تاشيره الدراسه. اول حاجه بعملها ان انا بخاطب المكان اللي انا عايز اروح ادرس فيه، اذا كانت مدرسه، اذا كانت جامعه، اذا كان كورس في مركز معين. بعد التواصل معاه بيبدا يقول لي مثلا المحتوى الدراسي اللي عنده، بختار المحتوى الدراسي، بعرف الاسعار وثمن الدراسه عندهم. ببدا اول حاجه بدفع لهم جزء من الدراسه وحسب سياسه كل مكان. بعد ما بدفع الفلوس بيبدا هو يبعت لي الورق اللي انا اقدر بناء عنه اطلع تاشيره الدراسه من القنصليه تابع للدوله اللي انا هروح ادرس فيها. طلعت لي التاشيره، بحجز تذكره الطيران وبسافر. بتسافر اوروبا او تسافر امريكا او تسافر جنوب شرق اسيا حسب التخصص اللي انت عايز تسافر له. هل ممكن اطلع اعمل تاشيره دراسه عشان اشتغل؟ تقدر تعمل ده بناء عن الدراسه اللي انت هتبقى فيها وبناء عن قوانين الدوله اللي انت هتروحها. بتديك تصريح عمل تقدر تشتغل ساعتين في اليوم، او ممكن دول اخرى بتديك عدد ساعات في الاسبوع بتشتغله وده بالشكل القانوني. وفي ناس تانية بتقدر تشتغل كمان الساعات القانونيه والساعات غير قانونيه، وده ما بنصحش الناس بيه